هذا يا أخوة كثير من الأئمة المصلحين حاربوا التعصب العقائدي والتعصب المذهبي، ولهم ردود ومؤلفات كثيرة. وممن تكلم عن هذا البلاء الخطير وعمن حدر إليه المتعصبون للمذاهب، تكلم الفخر الرازي عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. قال أن تفسير هذه الآية من سورة براءة عن أحد شيوخه المحققين: قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها. هذا من أئمة الشافعية يشهد على أناس من أهل المذاهب أنهم يردون، قال كثير من المتفقهين يردون آيات، وإذا احتج الإنسان بالآيات يبهتون ويقفون مدهوشين أو مشدوهين. كيف يمكن العمل بهذه الآيات وهي تخالف مذهبنا مع الأسف الشديد؟ فهذا طبعا الراجي منتمي إلى مذهب الشافعي، لكن ما ينحدر به التعصب الأعمى المنحدر الذي يهوي إليه كثير من المتعصبين. كذلك أبو شامة، كذلك النووي يعالج بعض هذه القضايا، كذلك الحافظ بن حجر. أما ابن القيم رحمه الله وغيره فقد كتبوا في ذلك المؤلفات، وما كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم في 4 مجلدات إلا علاج لهذا البلاء الخطير، بلاء التعصب الأعمى والتقليد الأعمى والعياذ بالله. قال هذا، لم أكمل كلامه، قال: ولو تأملت، هذا الشيخ الرازي، ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق أكثر من أهل الدنيا، داء التعصب للمذهب وللرأي والفكر والسياسة والحزب سار في أكثر الناس. وكيف لو رأى وعايش وعاصر هذا الوقت ورأى فيه العجائب والغرائب مما هو أدهى وأمر مما كان حاصلا في عهده. قال الرازي بعد هذا: ليس المراد من الآيات إنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم. هو الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ليس المراد من الآيات أو من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. ثم ذكر أوجها 3 أخرى وقال: وكل هذه الوجوه ال4 مشاهد وواقع في هذه الأمة. وقد سبقه إلى هذا التفسير يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال لعدي بن حاتم حينما دخل عليه وهو يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلى آخرها، فقال: والله يا رسول الله ما نعبدهم. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحلال فتحرمون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم.